عظمة الإسلام أنه حتى الأطفال راعى مشاعرهم، ونحن لا نراعي مشاعر أحد. من عظمة الإسلام حتى مشاعر الأطفال. الله عز وجل يقول: فأما اليتيم فلا تقهر. يقول لنبيه: تصور لما تقهر يتيم، مات أبوه وفقد أمه، تصور أنت إلى من سيلجأ، إلى من سيبكي، عند أحضان من سيرتمي، إلى من سيبث شكواه، من هذا الذي سيسمعه، من هذا الذي سيعبر له عن ضعفه وأن فلان قهره، من؟ فنهاك الله أن تكسر قلب يتيم، لأنه لا مأوى ولا ملجأ له من قهرك أحد إلا الله. هل تريد فعلا أن تجعل هذا اليتيم طريقا للجنة، أم تريد أن يكون خادما عندك؟ ثم قال: ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده، هذا اليتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة. أشار للسبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم، أو لغيره. يعني أنت إذا كفلت يتيما من أقاربك أو لغيرك ما عندك، يعني ليسوا من أقاربك، قال: أنا وهو كهاتين في الجنة إذا اتقى الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدن اليتيم منك، قربه إليك ولا طف. وصية محمد صلى الله عليه وسلم: أدن اليتيم منك، تعال ولا طف، وامسح على رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وامسح على رأسه. ثم يقول: وأطعمه من طعامك، وأطعمه من طعامك، فإن ذلك يلين القلب ويدرك الحاجة.